السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو لا الفيديو بتاعي. لا الفيديو بتاعي دي طريقة الملوخية بس على طريقتي أنا. يلا بينا بقى أقول لكم إنها. استني بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يعني ليجي قلبي يا روحي. خلاص بقى الفيديو ده بتاعي، ما تتكلميش، بتكلمي في الفيديو بتاعك انت. لا النهارده بعمل لكم الملوخية على طريقتي. بقول لكم قولي بس الفيديو بتاع أنا أحلى. تعرفوا وبصوا بقى يا بنات، دلوقتي بدأت إن أنا أرطف الملوخية كويس، وبعد ما قرطفناها غسلناها وسيبناها تنشف، وبعد كده بدأت إن أنا أخرطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتخرطيها بقى، ودي كانت طريقتي. يعني خشوا شوفوا وهي بتقرطفها ازاي، وكمان هتخرطها وهتعمل حاجات ان شاء الله تعجبكم في الفيديو. بس الفيديو بتاعي انا احلى. الفيديو بتاع أنا أحلى. وهنبدأ بقى نخرطها كده. بقولك من الفيديو بتاع أحلى عشان أنا عاملة فيلم ملوخية أحلى فيديو مامو. وهبدأ ان انا يا بنات دلوقتي بقى اخرطها، بس مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. فابدأ بس ان انا اخرطها وارجع لكم تاني بعد ما اكون خرطتها خالص. خشوا بقى وشوفوها وهي بتخرطها ازاي، وهتعلمكم بقى هناك في الفيديو بتاعها. لا انتي بتقولي حاجات ليه؟ هتعلمكم تخرطوها ازاي، وهتقول لكم كل حاجه هناك في الفيديو بتاعها. بقول ما تتكلميش في الفيديو بتاعي، الفيديو بتاعنا اتكلم فيه، والفيديو بتاعك انت تتكلمي فيه، ماشي؟ لا انا عايزه اتكلم في الفيديو. لا اتكلم. لا ما. عاملين دلوقتي بقى يا بنات كده معايا الشوربه طبعا بتغلي، هبدا ان انا احط فيها الملوخيه، ومعايا معلقه سمنه كده محترمه او زبده، هبدا ان انا انزل فيها بالثومه وابدا ان انا احمرها. نقلب كده الملوخيه كويس، وبصوا شايفين شكل الملوخيه حلوه جدا جدا. كمان انا عايزه اقول لكم تيجي الشوربه ممكن تحطي ميه وبتحطي عليها واحده مرقه وهتبقى حلوه جدا، بس انا طالما عندي شوربه ما بحطش مرقه خالص يا بنات. هنبدا بقى نحمر التومه كده، وبعديها هنبدا ننزل بالملوخيه. اوعى نغطي الملوخيه، اوعى نغطي الملوخيه عشان ما تسقطش معانا. بصوا بيبقى طعمها حلو كده جدا جدا. نرش بقى رشه كزبره كمان واحنا بنعمل التومه. الحته دي ما جاتش، بس انا بحط كزبره وانا بحمر في التومه بتبقى حلوه جدا. بصوا شايفين بقى احلى ملوخيه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وخشوا وشوفوا بقى طريقتها هي كانت عاملاها ازاي. بصوا شوف طريقتي انا عاملاها كل سنه.